السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. عاملين ايه؟ يا رب تكونوا في احسن صحة واحسن حال. النهاردة جاية وجايبه لكم وصفة حلوة جدا كلنا بنحبها. هنعمل مع بعض البسبوسة بطريقة سهلة جدا وبسيطة وناجحة 100%. يلا بينا نبدأ وصفتنا النهاردة، بس قبل ما نبدأ ما تنسوش لايك للفيديو، شير عشان الكل يستفيد، واللي ما اشتركش في قناتي شرفني جدا الاشتراك في القناة وفعلوا الجرس عشان يوصل لكم كل جديد انا بعمله. يلا بينا نبتدي ونشوف هنعمل احلى بسبوسة ازاي. اول حاجة هنبدأ بالمقادير بتاعتنا. معايا 3 كوبايات كبار من السميد الخشن، كوباية إلا ربع من السمنة البلدي، كوباية إلا ربع من السكر، كوباية إلا ربع من اللبن، نص كوباية من العسل الأبيض أو شربات الكنافة، معلقة صغيرة من البيكنج باودر، وذرة من الملح. ممكن ان احنا نستبدل السمنة البلدي بزبدة عادي، بس طبعا طعم السمنة البلدي في البسبوسة بيفرق كتير جدا. هجيب حلة زي ما انتوا شايفين وهبتدي انزل فيها السوائل بتاعتنا. اللبن كوباية إلا ربع من اللبن، كوباية إلا ربع من السكر، كوباية إلا ربع من السمنة البلدي، نص كوباية من العسل الأبيض أو شربات الكنافة أو عسل الكلوكوز، ذرة الملح. هندوب المكونات دي على النار واطية جدا. أنا عايزة السمنة بتاعتي تدوب وعايزة السكر يدوب وكلهم كده يكونوا دافيين مع بعض. خطوة مهمة جدا، هنقلب فيهم كده بالاسباتيولا لحد ما السكر بتاعنا يدوب والسمنة كمان تدوب زي ما انتوا شايفين كده. خلاص هما بقوا جاهزين. هنا بقى هنجيب دقيق السميد وهنحط عليه المعلقة الصغيرة من البيكنج باودر ونقلبهم كويس جدا مع بعض. دي المواد الجافة. جبنا بولة تانية أكبر علشان هننزل السوائل عليها. طبعا قلبناهم مع البيكنج باودر، معلقة صغيرة من البيكنج باودر. الكوباية اللي هنعاير بيها أو المج هي اللي هنعاير بيه كل حاجة، والمج اللي أنا اشتغلت بيه النهاردة مج كبير. زي ما انتوا شايفين نزلنا بقى عليهم السوائل اللي احنا دفيناها على النار ودوبناها، السمنة والسكر واللبن وذرة الملح والعسل. هقلبهم اشربهم المكونات ما اعجنهمش. بصوا انا بقلب كده بالاسباتيولا لحد ما اشرب السميد المكونات اللي انا منزلاها. عشان كده انا بحط المواد السوائل على النار عشان ادوب السكر وادوب كل حاجه في بعضهم، ويا دوبك بس اشرب السميد بتاعي. زي ما انتوا شايفين تقلبتين بالكتير قوي. هجيب صينيه وابتدي انزل فيها البسبوسه بتاعتنا. تمام، مش عارفه الاضاءه غامقه هنا سنه. بصوا تحفه، مرمله ازاي. بصوا قبل ما اعمل اي حاجه بصوا مرمله ازاي، جميله جدا. هبتدي بقى افردها بالاسباتيولا. طبعا الفرن بتاعتي تكون سخنه. فردتها بالاسباتيولا، وبعد ما فردتها جبت ظهر معلقه وابتديت ان انا برضو امشي عليها عشان لو فيها اي حاجه مش مظبوطه تتظبط. الفرن بتاعتي سخنه، هدخلها على الشبكه لحد ما تاخد اللون الذهبي. زي ما انتم شايفين دخلت البوتاجاز. لما تاخد اللون الذهبي هطلعها. خدت اللون الذهبي. هنا هنعمل الشربات. الشربات عبارة عن ايه؟ نفس الكوباية اللي عايرت بيها مقادير البسبوسة، كوبايتين من المية كوبايتين من السكر، واحطهم على النار. ولما يغلوا هنزل عليهم عصير ليمونة واحط فانيليا بتخلي ريحة الشربات تحفة. نزلنا الليمون. اول ما تبتدي تغلي هنروح منزلين الليمون وذرة من الفانيليا. نحسب لها بقى بعد الغليان حوالي 10 دقايق من الغليان وخلاص بيكون الشربات بتاعنا جاهز. كوبايتين من السكر، كوبايتين من الميه، عصير ليمونه وذره فانيليا. الشربات بتاعنا اهو. اول ما يبتدي يغلي كده هنحسب له حوالي 10 دقايق وخلاص يكون الشربات بتاعنا جاهز. ريحه الفانيليا تحفه. البسبوسه بتاعتي خدت اللون الذهبي. هنطلعها بقى بره الفرن عشان اوريكم لونها. بصوا اللون بتاعها تحفه، جميله جدا جدا.
الشربات بيغلي، البسبوسه لسه طالعه من الفرن، الاتنين سخنين، وهبتدي احط الشربات فوق البسبوسه. اعرف منين البسبوسه بتاعتي ناجحه؟ من الشربات اللي هحطه. لو حطيت الشربات بتاعي والبسبوسه شربته، هعرف ان البسبوسه بتاعتي تحفه وناجحه 100%. لو ما شربتش الشربات، يبقى البسبوسه فيها حاجه غلط، عجناها زياده، عملنا فيها حاجه غلط. زي ما قلت لكم ان البسبوسه ما تتعجنش كتير عشان ما تكتمش المسام بتاعتها. بصوا ما شاء الله اللهم بارك، كل الشربات بيتشرب كله، هنحط الكميه كلها، لان البسبوسه بتحب تشرب عشان تكون طالعه معاكي طريه وجميله. بصوا ما شاء الله كل ما احط الشربات بيتشرب بسرعه جدا. وبعد ما شربنا البسبوسه بتاعتنا وتبرد، ما تتقطعش وهي سخنه، بعد ما تبرد نقطعها مكعبات كده، وبجد تحفه وطريقه ناجحه جدا. يا رب الفيديو يكون عجبكم وتكونوا انبسطتوا منه. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش لايك وشير وسبسكرايب، فعلوا الجرس عشان يوصل لكم كل جديد. بحبكم في الله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.